سلسلة وصفات العيد. عملنا مع بعض الكبدة الاسكندراني، فطار العيد الشهير بتاع المصريين. عملناها بكل تفاصيلها وتكاتها وحركاتها وازاي تطلع معانا في منتهى الجمال. هسيب لكم اللينك بتاعها في اعلى الشاشة، وكمان هسيبها لكم في صندوق الوصف. دي بقى مش فراخ بانيه ولا ستيك ولا اي حاجة من الكلام ده ولا بوفتيك، دي كبدة بالردة بجد في منتهى الجمال، واللي مجربهاش فاتوا كتير قوي. يلا بينا نشوف تفاصيلها وحركاتها وازاي طلعناها بالجمال دوت. بس قبل اي حاجة ما تنسيش تدعميني بلايك وشير وكومنت حلو كده زيك. ويلا بينا نشوف الطريقة. هنحتاج في الكبة بتاعتنا او في الهون راس من الثوم على حسب كمية الكبدة بتاعتنا طبعا اللي احنا هنستخدمها. نص قرن فلفل اخضر حامي ونص قرن فلفل احمر حامي، ولو ما بنحبش الحاجة سبايسي هنحطه بارد عادي. ربع كوباية من الخل، عصرة ليمونة، التوابل بتاعتنا كزبرة وكمون ومعلقة من السبع بهارات، كل حاجة معلقة صغيرة. هنضربهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. ما حطيناش الملح هنحطه على الكبدة على طول اهو لحد ما اتفرم معايا خالص الثوم. هنجيب بقى نص كيلو من الكبدة، انا خليته قطعها لي بانيه. قولي له انا عايزة كبدة بانيه، تمام اهو. لو انتي مش هتعرفي تقطعيها كده خلي الجزار يقطعها لك، او بتجيبيها كاملة على بعض تحطيها في الفريزر وتطلعيها تقطعيها زي ما انت عايزة الشرايح، يا اما تخينة شوية او رفيعة. هنحط بقى معلقتين من التتبيلة اللي احنا عملناها دي اهو على النص كيلو كبدة. هنا بقى ده سحر هيخليلك طعمها في حتة تانية خالص. مية البصل، هناخد بصلاية ونبشرها ونعصرها وناخد المية بتاعتها. هزود معلقة صغيرة من الملح، هيخليلك طعمها طبعا مختلف عن الكبدة الاسكندراني خالص. وهزود شوية كمون كده على الناشف وشوية كزبرة. هنقلب بقى كل الكلام الحلو ده مع بعضه اهو، واسيبها ساعتين في التتبيلة دي عشان تشرب من طعم البصل. طعمها مختلف خالص عن الكبدة الاسكندراني، جربوها بجد هتعجبكم جدا. والولاد اللي ما بتحبش الكبدة هتحبها لانها هتفكرها بانيه. بصوا هنسيبها بقى ساعتين في التلاجة لحد ما تشرب في التتبيلة دي. هنجيب بقى الردة بتاعتنا، هي ردة بس، مش عايزين ولا بيض ولا هنحط على الردة ملح ولا هنحط على الردة دقيق ولا بودر ولا اي حاجة. بس في الردة كده بغلفها كويس جدا وبضغط عليها عشان الردة تمسك في الكبدة بتاعتي. وبعد كده منفض الزيادة اهو زي ما انتوا شايفين. ممكن نستغنى عن الردة ونتعامل معاها بانيه، يعني نجيب بيض وبقسماط ودقيق نحطها في الدقيق وبعدين البيض وبعدين البقسماط، بس احنا هنا عملناها بالردة. وبجد اللي مجربش الكبدة بالردة فاتوا كتير قوي، لان في منتهى الجمال من الوصفات الرائعة. خلصنا الكمية بتاعتنا وهنقلي على طول، يعني ولا سبتها في التلاجة ولا سبتها تمسك ولا الكلام ده خالص. هجيب الطاسة بتاعتي على النار وهحط زيت غزير بقى، يعني المرة دي لازم يعني يقدح كويس قوي، يسخن كويس جدا، وانزل بيه الكبدة بتاعتي اهو. شايفين ان هو بيطشطش اهو، ده معناه ان الزيت سخن جدا. هننزل بيها عادي خالص، ما بتاخدش وقت نهائي، زي البانيه بالظبط اكنك بتتعاملي مع فراخ بانيه اهو. اول ما بتاخد بس لون كده من تحت ببدأ ان انا اقلبها على الوش التاني. تاخد لونين كده وخلاص، انتي اصلا بتغرزي الشوكة فيها بتلاقيها يعني طالعة معاكي ناعمة جدا اللي هو مستوية. واحنا عارفين اصلا ان الكبدة ما بتقعدش كتير على النار، لان لما بقعدها كتير على النار بتشد معانا. هنقلبها، بصوا هي خدت لون حلو جدا اهو، وهقلبها. ما بتتسابش كتير يعني، ما تنسيهاش، ما تقوليش اصلها لحمه وتستوي، لا خالص، تعاملي معاها معامله الفراخ بالظبط، فراخ البانيه. سبحان الله، يعني الكبده الاسكندراني ليها طعم، الكبده بالرده ليها طعم، والكبده اللي هي بالبيض والبقسماط ليها طعم تاني اللي هي الكبده البانيه. كلهم اطعمهم يعني الاطعم بتاعتهم مختلفه في منتهى الجمال. خلاص هي كده خلصت معايا، هنصفيها بقى من الزيت كويس. نطلعها بقى على مناديل مطبخ، نطلعها في مصفى، المهم نصفيها كويس من الزيت، هي اصلا ما بتشربش زيت خالص. هنجيب بقى طبق التقديم بتاعي، هحط فيه كده شوية بقدونس. بعد ما صفينا الكبدة بقى في مناديل او في مصفى، انا طلعتها في مصفى بصراحة. وهبدأ ارصها كده، بصوا تحسوش انها كبدة اصلا، تحسوا انها فراخ بانيه، هتحسوا انها بوفتيك، هتحسوا انها ستيك. بجد طعمها في حتة تانية خالص. لازم تجربوا الكبدة بالردة دي وتقولولي رأيكم فيها ايه، لان من الوصفات اللي بجد ممتازة وسهلة جدا. وعملنا كمية حلوة كبيرة وبنروح نشتريها بفلوس قد كده، واحنا ممكن نعملها في البيت بنظافة وعارفين الكبدة جاية ازاي ومصدرها ايه، في منتهى الجمال.
ومن الحاجات اللي بجد مفيدة جدا للأطفال. لازم تجربوها وما تنسوش تقولوا لي رأيكم ايه. وكل سنة وانتم طيبين، ومستنياكم في الفيديو القادم ان شاء الله.